اهلا بيكم في فيديو جديد هيبقى من سلسله حلقات الوجبات اللي انا باكلها، سواء كان في يوم التمرين عاديه او في يوم تمرين قويه او في اليوم اللي قبل السباق. النهارده انا عندي تمرين عاديه، هوريكم انا باكل ايه في الفطار وفي الغداء وفي العشاء. يلا بينا. الفطار بتاعي بيبقى عاده بعد ساعتين او 3 ساعات من الصحيان، بتجنب فيه الكاربس نهائي الا لو شويه الالياف اللي بتبقى موجوده في الخضروات. الغداء كان عباره عن بيتزا معموله في البيت، الاساس بتاعها طحين اللوز وطحين السمسم وعليها لحمه مفرومه وجبنه مبشوره وزيت زيتون، فيها نسبة كاربس مش عالية بس مناسبة للتمرين الهادية. هوريكم تحسبوها ازاي في فيديو تاني. وبعد كده التمرين بتاعي كان عبارة عن 13 كيلو من 55% فيو 2 ماكس اللي احنا شرحناها قبل كده، اللي هي زون 1 وزون 2. دي بتبقى اللي هو الزون اللي انت تقدر تتكلم فيها وانت بتجري. وبعد كده عملت في الاخر تكرارات 100 متر في الزون 6 او الانيروبيك، اللي هي بتبقى يعني حوالي 100% من الفيو 2 ماكس بتاعتك. وزي ما انتم شايفين العشاء صدر فرخة فيليه بزيت الزيتون، زيرو كاربس، دهون طبيعية وبروتينات، وكده نسبة الكاربس طول اليوم في الرينج المسموح. اشوفكم في فيديو جديد.